بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حنبدأ إن شاء الله في إعطاء دورة في ماي سكيل باسم ماي سكيل 101. طبعا هذه الدورة مخصصة للمبتدئين. أهداف الدورة إن المبتدئ أو الشخص اللي يحاول يتعلم قواعد البيانات معنا حيستطيع إن شاء الله إنشاء قواعد بيانات طبعا بالاستعلامات، مش باستخدام مثلا PHP ماي أدمن بشكل مباشر أو باستخدام أحد البرامج الأخرى. طبعا إحنا نتكلم بالاستعلامات، كيف يفهم أوامر SQL. حيقدر إن شاء الله يكتب ينشئ قواعد بيانات، ينشئ جداول، ينشئ مستخدمين، يوزع الصلاحيات على المستخدمين، إدخال البيانات، إخراج البيانات، التعديل، الاستبدال، وأشياء أخرى زي الأوردر باي وزي الهافينج والأشياء الأخرى. طبعا الدورة ببساطة حتعطيك معلومات عن قواعد البيانات بغض النظر عن لغات البرمجة اللي أنت تستخدمها. ما لنا علاقة بلغات البرمجة الآن، حنركز على قواعد البيانات ونتعامل مع قواعد البيانات مباشرة. بعدين بإمكانك لما تتعلم الأوامر تستخدم هذه الأوامر في اللغة اللي أنت تشتغل عليها. احنا حنركز على لغة SQL باستخدام قواعد بيانات MySQL، يعني إن شاء الله حنركز على لغة SQL. عشان كذا خليك معايا. طبعا بالنسبة لقواعد البيانات موضوع جدا كبير، لكن للأسف MySQL بسبب اقترانها مع PHP بعض الناس صار يحسب إنه MySQL هي جزء من PHP. MySQL هي قاعدة بيانات أو برنامج منعزل ما له علاقة بلغات البرمجة الأخرى، فقط لغات البرمجة الأخرى تستخدم قاعدة البيانات هذه. ما نبغى ندخل في تفصيل الآن، سواء PHP، بايثون، ASP، أي لغة أخرى تستخدم MySQL احنا ما حنتكلم عنها إلا إذا كنا بنوضح نقطة معينة حسب السياق. طيب حنبدأ الآن نشوف. عندي أنا 3 مصطلحات مهمة. أول مصطلح اللي هو داتا بيس، بعدين داتا بيس سيرفر. أنا هذه المصطلحات تهمني جدا. داتا بيس سيرفر هذا الأول، هذا الثاني، بعدين الثالث داتا بيس لانجويج. نبغى نعرف إيش معنى هذه الأشياء، داتابيز وداتابيز سيرفر وداتابيز لانجويج. أول شيء نبغى نتكلم عن النقطة الأولى اللي هي موجودة عندنا هنا، اللي هي داتابيز. لو سألتك الآن قلت لك إحنا نستخدم الداتابيز في إيش؟ هتقول لي تخزين البيانات. جميل، معناته الداتابيز هي عبارة عن مجموعة من الملفات التي تحتوي على البيانات. اوكي، خلينا نيجي هنا نقول عبارة عن مجموعة. الآن لو قلنا هذا ملف وهذا ملف وهذا ملف، 3 ملفات. الآن الملف الأول بداخله بيانات، جميل. الملف الثاني بداخله بيانات، الملف الثالث بداخله بيانات. هذه الملفات كلها نسميها طبعا مجموعة كبيرة من الملفات. احنا ما نعرف كيف البيانات مخزنة بداخل هذه الملفات، احنا نعرف فقط انها مخزنة. فعشان كذا احنا نقول على مجموعة الملفات هذه نسميها داتا بيس. لاحظ من الاسم داتا بيانات، بيس قاعدة بيانات. اوكي، معناته نتفق ان الداتا بيس هي عبارة عن مجموعة من الملفات تحتوي البيانات. جميل، نيجي للداتا بيس سيرفر، وهذا أغلب الناس يلخبط في الموضوع هذا أو يخلط أو يكون عنده مشكلة في الموضوع هذا. نيجي للداتا بيس سيرفر. إيش هو الداتا بيس سيرفر؟ الداتا بيس سيرفر هي عبارة عن مجموعة من البرامج تدير البيانات، يعني عبارة عن حزمة من البرامج، ما ندري كم عددها على تختلف، مجموعة من البرامج. بعض الناس يحسب كلمة سيرفر خاصة بالسيرفرات. طبعا هنا المقصود يعني هذا المصطلح هنا يسبب خلط، لكن اللي ابغاك تعرفه داتا بيس سيرفر هي عبارة عن مجموعة من البرامج. إيش وظيفتها؟
وظيفتها إدارة هذه البيانات، إدارة البيانات أو إدارة قاعدة البيانات. معناته الداتابيس سيرفر مجموعة من البرامج تدير البيانات. يعني لو جينا وقلنا مثلا إيش الأشياء اللي تسويها في الإدارة؟ تخزين البيانات، هي تخزن وتسترجع بتنفيذ إيش؟ بتنفيذ الأوامر، بتنفيذ الأوامر. أوكي؟ تجري جميع العمليات أو عفوا جميع البيانات التي يتم إجراءها على قاعدة البيانات هنا يتم تنفيذها عن طريق الداتابيس سيرفر. يتم تنفيذها عن طريق الداتابيس سيرفر. أوكي ممتاز. نيجي للداتابيس لانجويج. أوكي إحنا عندنا البيانات هنا مخزنة. أوكي وعندنا اللي مسؤول عن التعامل مع البيانات اللي هو الداتابيس سيرفر. جميل. نيجي إحنا هنا لموضوع آخر اللي هو الداتابيس لانجويج. قواعد البيانات عندها لغة خاصة، خلينا نقول مجازا لغة برمجة. هذه اللغة اسمها SQL Structured Query Language. إيش فكرة اللغة هذه؟ ببساطة أنت تكتب في هذه اللغة مجموعة أوامر، ترسل هذه الأوامر لمين؟ ترسل هذه الأوامر، طبعا احنا نتكلم الداتابيس لانجويج، ترسل للداتابيس سيرفر خادم قواعد البيانات. لاحظ من اسمه خادم قواعد البيانات. الآن يقوم السيرفر أو الداتابيس سيرفر يفسر أو يحاول يفهم الأوامر هذه. بعد ما يفسرها يطبق طلباتك أو مجموعة الأوامر. أنت قلت له مثلا أدخل صف معين أو أدخل بيانات معينة، بعد ما عرف إن العملية إدخال يروح ماخذ البيانات ويروح مخزنها في الداتابيس. أنت مثلا طلبت ديليت، روح ماخذ الأمر الديليت. عفوا الداتابيس سيرفر يقرأ الأوامر، لقي أمر ديليت وروح منفذ أمر الحذف على البيانات. روح منفذ أمر الحذف على البيانات. يعني أنت عشان تتخاطب مع الداتابيس سيرفر لازم ترسل له مجموعة أوامر بلغة اسمها SQL، بلغة اسمها SQL. طيب نفهم إيش من هذا؟ خلينا نعطي مثال. الآن لو قلنا عندي أنا يوزر معين، هذا اليوزر وهنا عندي قاعدة البيانات. طبعا دائما يرمز لقاعدة البيانات بالشكل الأسطواني هذا. أوكي؟ داتابيس. الآن أنا أبغى أدخل مجموعة بيانات، أبغى أدخل مجموعة بيانات. هنا يكون مين؟ يكون الداتابيس سيرفر أو خادم قاعدة البيانات. أنا أروح أكتب أوامر SQL مثلا، أكتب أوامر SQL وارسلها للداتابيس سيرفر. الداتابيس سيرفر يفسر هذه الأوامر ويروح ينفذها على الداتابيس. عشان كذا أنا أبغاك ما تخلط في موضوع الداتابيس والداتابيس سيرفر. الداتابيس هي البيانات نفسها، الداتابيس سيرفر مجموعة من البرامج تدير قاعدة البيانات يسموها DBMS Database Management System، نظام إدارة قواعد البيانات. طيب وداتابيز لانجويج هي اللغة اللي شوف الداتابيز لانجويج اللي هي SQL عندنا هنا في المثال الحالي نرسلها لمين؟ نرسلها للداتابيز سيرفر أو DBMS عشان يفسرها وينفذ الكلام اللي طلبناه على البيانات، ينفذ الكلام اللي طلبناه على البيانات. طيب نيجي احنا الآن هنا نبغى نخلص لنقطة مهمة جدا. هذه النقطة يجي واحد يقول عندي أنا قاعدة بيانات ماي سكيل. احنا لاحظ نقول قاعدة بيانات، هذه هي المشكلة. عندنا مثلا دي بيس، هذه قاعدة بيانات أخرى. عندنا الآن مثلا فوكس برو قواعد بيانات جدا كثيرة، سكيولايت وغيرها. فايش تختلف عن بعض؟ هذه القواعد دي بيس ماي سكيول دي بيس فوكس برو اي سكيولايت اي اوراكل اي قاعده بيانات اخرى هي عباره عن داتابيس سيرفر. ممكن ما تشتغل على الشبكه، بس احنا ليش نسميها سيرفر؟ ما نتكلم عن الشبكه لانها تخدم
ما نتكلم عنها في موضوع الشبكات. فهذه عبارة عن داتابيس سيرفر. يعني لما نيجي ناخذ ماي سكيو ال مثلا على سبيل المثال، نيجي نقول انه هنا عندنا الداتابيس مجموعة من الملفات مخزنة على الهارد ديسك على اي مكان، تمام؟ الداتابيس سيرفر في حالتنا ماي سكيو ال، هذا الماي سكيو ال هنا، لاحظ معايا هذا الماي سكيو ال هنا، لو قلنا ماي سكيو ال في المكان هذا، هذه الملفات هنا حتيجي، خلينا ناخذها بلون اخر، هنا حتيجي اللي هي اوامر اس كيو ال. اوامر اس كيو ال ترسل لماي سكيو ال، ماي سكيو ال تطبقها على البيانات او على قاعده البيانات وتعطينا الناتج. هذه هي الفكره العامه. نخلص من هذا الموضوع اننا نقول اول شيء عندك الداتابيز اللي هي عباره عن مجموعه البيانات المخزنه. الداتابيز سيرفر هي عباره عن مجموعه من البرامج لاداره الداتابيز. داتابيز لانجويج اللي هي عندنا هنا في مثالنا اس كيو ال، طبعا بعض الناس يسميها سيكوال. هل هي اس كيو ال او سيكوال؟ طبعا جميع التسميتين صحيحه، لكن يفضل دائما انك تقول اس كيو ال. اوكي، يفضل دائما انك تقول اس كيو ال. داتابيز سيرفر، داتابيز لانجويج زي ما قلنا اس كيو ال. داتابيز لانجويج هذه هي عباره عن مجموعه من الاوامر ترسل لخادم قاعده البيانات اللي هو الداتابيز سيرفر عشان ينفذها على الداتابيز. يعني نختصر الموضوع ونقول انا لازم اتعلم ايش؟ في البدايه انت موجود عندك هنا، موجود عندك اللي هو الداتابيز اللي هي مجموعه الملفات. جميل، مجموعه الملفات موجوده عندك، والداتابيز سيرفر برضو موجود عندك، برضو موجود عندك. هذا الداتابيز سيرفر هنا في علاقه بينهم. صار ايش باقي عليك؟ باقي عليك اللي هو الاس كيو ال، باقي عليك الاس كيو ال. يعني اس كيو ال اللي هي اوامر اس كيو ال تتعلمها انت عشان ترسلها لقاعده البيانات، ترسل وتستقبل من قاعده البيانات النتائج. طبعا اس كيو ال تستخدمها انت لارسال الاوامر. فصار احنا هدفنا في الدوره اننا نعلمك اس كيو ال، نعلمك اس كيو ال. طيب اس كيو ال لغه عامه، يعني ممكن الاوامر اللي تكتبها في قواعد بيانات ماي سكيو ال باستخدام اس كيو ال تنفذ على دي بيس، تنفذ على فوكس برو، تنفذ طبعا 97 إلى 98% حينفذ من اوامر اس كيو ال في كل قواعد البيانات. يعني لما تتعلم على اس كيو ال تقدر تتعامل مع جميع انواع قواعد البيانات. ايش اللي يختلف؟ اللي يختلف انه كل داتابيس سيرفر يضيف مجموعه اوامر من عنده، يضيف مجموعه اوامر من عنده بالاضافه الى اس كيو ال. يعني لو تعلمت اس كيو ال، عفوا لو تعلمت اس كيو ال حتشتغل على كل قواعد البيانات بدون اي مشاكل. ان شاء الله تكون الفكره وضحت، وان شاء الله الدرس يكون واضح، وحنكمل ان شاء الله في الدرس التالي. بس هذا اساس حبيت اوضحه عشان انت لما تبدا في قواعد البيانات تبدا باساس جدا قوي. هذا ما لدي الان، فان اخطات فمن نفسي والشيطان، وان اصبت فمن الله عز وجل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.